أوقات كتير بنحس بتوتر وخوف من غير سبب معين. ممكن يكون بسبب ضغط الشغل، ممكن يكون بسبب ضغط الامتحانات، ممكن يكون بسبب مشاكل في العيلة، ممكن يكون بسبب المذاكرة مثلا، ممكن كمان يكون ملوش سبب معين. الإحساس ده هو إحساس طبيعي جدا بيحس بيه معظم الناس. المشكلة لما الإحساس ده يزيد عن حده ويأثر على حياتك اليومية ويكون مستمر كمان لفترة طويلة. الإحساس ده هو اسمه القلق. طيب إيه هو الفرق ما بين القلق الطبيعي والقلق المرضي؟ القلق الطبيعي هو رد فعل لحاجة معينة، زي مثلا امتحان، مقابلة شغل، ضغط معين بسبب مشكلة في العيلة. بمجرد ما الحاجة دي بتخلص القلق بينتهي، وهو إحساس طبيعي جدا بيخلينا إن احنا نستعد للموقف ده، وبيخلينا إن احنا نتعلم منه ونكمل فيه. لكن القلق المرضي بيكون ملوش سبب معين، بيكون مستمر لفترة طويلة، بيعمل مشاكل في النوم، تفكير زايد، خوف، توتر مستمر، وبيمنعك ان انت تعيش حياتك بشكل طبيعي. طيب ازاي بيتم تشخيص اضطراب القلق العام؟ اول حاجة ان يكون في قلق وتوتر مستمر من غير سبب معين لفترة طويلة بتزيد عن 6 شهور. تاني حاجة ان القلق ده بيكون صعب ان انت تسيطر عليه ومأثر على حياتك اليومية ومأثر على العلاقات. كمان التوتر والعصبية والانفعال الشديد وصعوبة التركيز والتفكير التشاؤمي والخوف المستمر لفترة طويلة. وزي ما في أعراض نفسية، في كمان أعراض للجسم. أول عرض وهو ألم العضلات أو تشنج العضلات عموما، وخصوصا في منطقة الرقبة أو المنطقة دي عموما. تاني عرض وهو الصداع المستمر أو الصداع المتكرر، مشاكل المعدة، مشاكل الهضم، ضربات القلب السريعة، العرق الغزير، مشكلة النوم، واضطرابات الأكل. تشخيص القلق بيكون مبني على إن الشخص يكون عنده 4 أعراض من اللي احنا قلناهم، وإن ال4 أعراض دي يكون منهم عرضين جسديين، ويكون مستمر القلق بيكون مستمر لفترة طويلة أكتر من 6 شهور. القلق مرة تانية ما يكونش قلق مرتبط بموقف معين، القلق المستمر اللي ملهوش سبب محدد. كمان في التشخيص لازم يكون في تأكد إن السبب ما يكونش سبب مرض تاني، زي مثلا أمراض الغدة الدرقية أو بسبب استخدام أدوية معينة، لأن في أدوية كتير وخصوصا الأدوية النفسية بيكون من الأعراض الجانبية للقلق والتوتر. احنا اتكلمنا عن القلق واتكلمنا عن أعراض القلق. طيب ايه هو أسباب اضطراب القلق العام؟ أول حاجة المشاكل اليومية أو الضغوط اليومية اللي بيمر بيها كل شخص، زي مشاكل الشغل، المشاكل العائلية، مشاكل العلاقات، المشاكل المادية. تاني سبب طريقة تفكير الشخص، يعني الشخص اللي تفكيره سلبي أو تشاؤمي معرض أكتر إن هو يجيله اضطراب القلق العام. تالت حاجة الاستعداد الوراثي، يعني لو في عندك شخص في عيلتك كان قبل كده عنده قلق، اضطراب قلق عام أو أمراض نفسية تانية. كمان الصدمات النفسية القوية، زي مثلا تجارب الطفولة القاسية أو الخسارة المفاجئة، يعني خسارة شغل، خسارة بزنس معين، ديون، حالات الطلاق، التنمر، مشاكل طبعا ضحايا الحروب أو الحوادث. كمان الخسارة المفاجئة، يعني حالات الوفاة المفاجئة اللي بتحصل مرة واحدة من غير ما حد يخطط لها. كمان أسلوب الحياة الغلط، يعني مثلا لو الشخص مش بينام كويس، لو بياخد مشروبات كتير فيها كافيين، لو ما بيتحركش كتير، لو ما عندوش نظام محدد ليوم وعنده وقت فراغ كتير إن هو يفكر كتير. دي كلها أسباب كتير ممكن تخلي الشخص إن هو يصيب بمرض اضطراب القلق العام. وبكده نكون وصلنا لنهاية موضوعنا النهاردة. كانت معاكم نهى موافي، بتمنى لكم يوم سعيد. مع السلامة.